بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رسالتي لكم أيها الأحبة، أقبلت علينا العشر الأواخر من رمضان، هي لب رمضان ونهاية رمضان. قال أهل العلم: العشر الأواخر من رمضان بمثابة سورة الفاتحة من القرآن، كما إن سورة الفاتحة جمعت جميع علوم القرآن، كذلك العشر الأواخر من رمضان جمعت فضائل رمضان. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مئزره، والمحروم والمغبون من ضيع العشر الأواخر من رمضان. كيف يكون استقبال العشر الأواخر من رمضان؟ للإجابة على الأرقام التالية.